السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، معكم مريم من قناة مريم معز. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي أتم الصحة والعافية. اليوم كما غتشوفوا جيت نشارك معكم واحد النهار، واحد اليوم من اليوميات ديالي. كما كتشوفوا انا دابا في الزنقة غادي نشارك معكم فلوق جميل جدا. مهم دابا انا متجهه لمدينه تاونات، البلاد ديال الزوج ديالي والبلاد ديالي حتى هي. مهم ماشيين مع الطريق وبغيت نعرفكم على هاد القهيوه هاديه. واحد القهيوه رائعه. مهم دخلنا ليله كيوجدوا فطور بلدي ما شاء الله، فطور غزال، فطور بلدي بمعنى الكلمه، بكل شيء ديالو رائع. اتاي ما شاء الله كيتقنوه، كل شيء ديالو مغزال. كنصح اي واحد كان متجه لمدينه تاونات او مدينه وزان او مهم هو جا في هذه المنطقه الرائعه. وبالنسبه اللي بغى يمشي ويكون دايز من هاد الطريق هديه وبغى يفطر هنا، ملي كتكونوا ماشيين اتجاه ديال وزان او ديال تاونات، كتكونوا يعني خارجين مدينه تطوان ماشيين مع الطريق السيار، كتلقاو على يدكم اليمين. هانتوما غادي تشوفوا، هانتوما شفتوا في بلاكا يعني البلاكا ديال القهوه ديالهم. هذا كما كتشوفوا كيحطوا الزويتنات، جبينه بلديه، الزيت بلدي والبيضات بلديين مقليين كما كتشوفوا. داكشي رائع، وحتى الكيكه بلديه كل شيء رائع، كل شيء زوين ما شاء الله. فطور بلدي بمعنى الكلمه، زعما تبارك الله عليهم. بهالطريقه ديالهم ما شاء الله كيجبدوا الناس باش يجيو لعندهم يفطروا معاهم. كل شيء غزال تبارك الله عليهم. هذا بريد ديال اتاي، غادي نقول لكم تبارك الله ما شاء الله. اتاي غزال كما كيقولوا مع السلد كيكه على حقه وطريقه ما شاء الله. المهم غادي نفطروا كما كتشوفوا، وغادي عاوتاني ان شاء الله يا ربي غادي نكملوا على الطريق ديالنا. وكانت هذه هي النهاية ديال فقرة القص. كما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله، التواصل تلحسوا. ما بقات حتى شي حاجه، بقاو هذيك الزويتنات وداك الطريف ديال الكيكه اللي بقى. وكما قلت لكم فطور غزال تبارك الله عليهم، زعما ما شاء الله عليهم. الله يعاونهم والله يجيب لهم التيسير. هنا صافي جدينا الطريق عاوتاني ماشيين، صافي غادي نكملوا على طريقنا ان شاء الله. والله يوصل الجميع على خير وبخير واللي كيتمنى شي حاجه الله يحقق له. وكنتمنى تفرجوا الفيديو حتى الاخير. اليوم جبت لكم فلوق يعني جميل السفر ديالي مدينه تاونات كما قلت لكم، وغادي نكمل معكم حتى ان شاء الله غادي تشوفوا معايا حتى الطريق ومنين غادي نمشي والمنطقه اللي حنا ساكنين فيها. وغادي نعاود ان شاء الله نشارك معكم فيديوهات اخرين، وغادي تعرفوا شويه على هاد المنطقه هديه اللي حنا متجهين ليله. جات يعني بعيده شويه من تاونات، ماشي في تاونات بالضبط، يعني بعيده شويه، وجات في الجبل العالي. الجبل العالي يعني في واحد القمه عاليه، ماشي زعما جات واحد المنطقه رائعه وفيها مناظر رائعه. غير هو شويه هاد العام الله يرحمنا بشويه الشتاء باش الطبيعه كتزيد تزيان، والانسان حتى كيخرج بعدا في هاد الوقت ديال الربيع والشتاء، يعني شويه الانسان كيجبر فين يفوج. كما كتشوفوا الطبيعه شويه ناقصه، ماشي كيف العام اللي فات. ما شاء الله كنا سافرنا في الساعه ديك الخير والربيع والطبيعه زوينه بزاف. الله يرحمنا، الله يرزقنا بالشتاء ان شاء الله يا ربي. كما كتشوفوا هنايا هذا الطونوبل دارت بنا اون بان،
تخسرات. وهذا تحيد له واحد الكابلي، فتشنا على الميكانيك الحمد لله ملي وقفنا ما بغاتش تزيد. وقفنا وعاد هذا الحمد لله الميكانيك كان غير قريب كما كتشوفوا غير هنايا. مشى الزوج ديالي غير على رجلو، مشى عرف المشكل منين عنده يعني في السياره. ايوا صافي ديك الساعات جا هو بيدو تكلف، صوبو ديك الساعات عاد كملنا الطريق. كما كتشوفوا راه كيعدل دابا هو بيدو، صافي زير له واحد الكابلي وصافي وكملنا الطريق ديالنا. وهنا كما كتشوفوا وبغيت نعرفكم على السد. فاحنا متجهين، ملي كنكونوا متجهين لمدينه تاونات كندوزو على سد الوحده. سد الوحده الغني عن التعريف، الكل كيعرف سد الوحده، يعني اكبر سد بالمغرب كنظن. هذا جات فيه مناظر رائعة، وكاينين أماكن أخرى الجهة ديال السد زوينة بزاف. كيمشيو ليلا الناس والعائلات كيمشيو متجهين ليلا يدوزو الأيام ديالهم، كيدوزو أيام ولا يوم هكا. الإنسان كيفوج هذا كيكونوا كيصطادوا السمك على جنب ديالو. فهي كتكون واحد المناظر، واحد الجو رائع. حنا ما وقفناش، فكنا تعطلنا بغينا نوصلوا حيت عيينا واحد المسافه تقريبا 6 ساعات او اكثر، حيت حنا خرجنا تقريبا مع 9 ديال الصباح، ما غادي نوصلوا حتى فايته العصر، يعني مع 5 د العشيه عاد وصلنا للدار. حيت الطرق شويه صعيبه، ما نقدروش نخليو حتى يظلم الحال عاد ندخلوا المكان اللي حنا او يعني البلاصه اللي حنا كنسكنوا فيها شويه بعدا. كما كتشوفوا السد هذا ملي كنكونوا ماشيين مع الطريق يعني كتمشي واحد المسافه طويله مسافه طويله، والسد ما كيتقاضاش تبارك الله. فيه واحد المساحه كبيره بزاف، كما كتشوفوا فيه واحد المنظر رائع. كاينين بزاف الناس اللي كيجيو من مدن بعادين كيجيو كيزوروه. كاينين بلايص زوينين فيهم مقاهي، فيهم يعني واحد الجليسات زوينين بزاف. هنا كما كتشوفوا هنا يلاه طالعين يعني المكان اللي حنا كنسكنوا فيه. الطريق شويه صعيبه بزاف، يعني الانسان كياخذ الحذر ديالو، كيتمنى السلامه والانسان كيمشي كيكمل طريقه. صعيبة بزاف ومضيقة، ويعني جات في الجبل عالي كما قلت لكم. يعني صعيبة بزاف على الناس اللي كيطلعوا ليلة حتى لتمايا، والسكان اللي ساكنين على هذا يعني تما كتجيهم صعيبة شوية. وشحال من حادثة سير وقعت في هاد الطريق هذه، شحال من الناس اللي وقعت لهم حادثة سير، شحال من واحد اللي كان سقط من على السطح ديال السيارة، حيت الناس كانوا كيطلعوا بزاف. وهذه هي الوسيله النقل ديالهم باش كيطلعوا كيتسوقوا كيطلعوا الصخيرات ديالهم. وكان هذا هو الفلوق ديال اليوم. مع السلامه والى اللقاء في الفيديو القادم باذن الله.